اوكي ماشي. بدري وقرر انه يريح شوية، خلاص اوكي. المشهد ده بيتكرر، تمام. لا خير ان شاء الله. اوكي الحمد لله. يلا ونقول بسم الله. ايه بس؟ ايوه يا ياسمين. يا حبيبتي جاهزة. السكريبت ليه؟ لسه قافلة حالا دلوقتي اهو، لسه قافلة، كنت براجع ولسه قافلة. دخل الاب على ابنه الاوضه، لقاه ماسك الموبايل، بص له وقال له بشده: انت ماسك الموبايل ليه؟ مش المفروض انك بتذاكر دلوقتي؟ الولد حاول يبرر موقفه ويقول له ان هو لسه مخلص مذاكره، لكن للاسف الاب ما ادالوش الفرصه دي، وكان بيزعق اكتر ما بيسمع الولد. في اللحظه دي الولد ما كانش عارف يقول ايه، لان باباه كان داخل بشكل هجومي كانه مسكه متلبس بجريمه. في اليوم اللي بعده الولد قرر ان هو بعد مذاكرته يرتاح شويه ويتفرج على التلفزيون. دخل عليه الاب والمره دي كمان ما سمعهوش، وقال له: انت قاعد بتعمل ايه؟ قال له: يا بابا انا لسه مخلص مذاكره وبريح شويه. قال له: لا انت ما ذاكرتش، قوم هات القصه بتاعتك واقعد اكتبها كلها بخط ايدك. المشهد ده بيتكرر في بيوتنا كل يوم. الام والاب يدخلوا فجاه على اولادهم الاوضه، ومع اول لقطه بيحكموا عليه. بس الحقيقه ان اللقطه دي مش كفايه ان احنا نحكم على اولادنا بيها، ولا على مجهودهم ولا على نواياهم، لان في الوقت ده الولد بيحس ان هو مش مسموع ومش متصدق. لما اللقطه دي بتحصل مره واثنين وثلاثه، الولد كده بيبدا يسال نفسه: طب انا هذاكر ليه لما انا كده كده متهم؟ بابا مش شايفني وماما مش سامعاني، انا هريح من غير ما هقول وهذاكر من غير ما ابين. وقتها احنا بندفع اولادنا لحاجه من الاثنين: يا اما الكتمان يا اما الكذب والتمثيل. فبدل ما نحكم على اولادنا باللقطه دي، خلينا نسالهم شويه اسئله الاول. خلصت مذاكره؟ تحب ترتاح شويه؟ كنت بتعمل ايه قبل ما بتمسك التليفون؟ الولد لما يحس ان انت مهتم تسمعه بيحب دايما يجاوب، ودايما بيحب يثبت انه قد المسؤوليه. في فرق كبير بين انا شايفك وبثق فيك، وانا شايفك لاني مش بثق فيك. الاولى بتبني علاقه، اما التانيه فبتبني مقاومه. وقتها بس علاقتنا بولادنا بتتغير. الولد لما بيحس ان انت شايفه وشايف تعبه ومصدقه وواثق فيه وسايبه يرتاح من غير شك، ساعتها بس هيذاكر وهو مرتاح، وهيشتغل وهو مطمن، وكمان هيرتاح من غير ما يحس ان هو عمل ذنب. التربيه الصح مش اننا نراقب ولادنا، التربيه الصح اننا نربي ضمير صاحي طول الوقت حتى واحنا مش موجودين حواليهم. استنوني بسمة القطان كل يوم حد الساعه 8 مساء في مش سهله بس مستاهله على راديو في السكه.